السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ايه اللي هيحصل لفراخك لو ما تمش تغيير الهواء في العنبر بشكل جيد. بص يا سيدي، او بمعنى اصح، الكتاكيت قدامها علف ومية ودفايات، سواء هيتر ولا تدفئة عادية جيدة، مع عدم تغيير الهواء بشكل مناسب سواء في الجو البارد او الحار. الحقيقة في البداية الطائر بتاعك او الكتاكيت بتاعك هياكل ويشرب ويتنفس ويخرج الزرع، وهينتج عن جميع هذه العمليات الحيوية بخار ماء من هواء الزفير والزرع. حوالي 70% من المية اللي بيتناولها الطائر بيفقدها مع التنفس والزرع، وبيستفيد ب30% فقط. كمان حجم الهواء الموجود فيه أكسجين حوالي 20%، ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وغازات تانية، بنسب الهواء الطبيعي اللي بنقول عليها هواء فريش. لكن مع عدم تغيير الهواء ده بشكل جيد بتلاقي الأكسجين قل في الهواء في الجو بتاعك، وزاد ثاني أكسيد الكربون، وكمان أول أكسيد الكربون من احتراق الغاز أو السولار بتاعك المستخدم في التدفئة. كمان الرطوبة هترفع في الجو، وهتودي ده كله إلى ارتفاع رطوبة الفرش. تيجي حضرتك تختبر الفرشة وتمسكها تلاقيها عجينة، وبالتالي بتنشط فيها بكتيريا الفرش، وتحول نيتروجين الزرع بتاعك لأمونيا. بيتحول بقى هواء العنبر بتاعك ده أو الهواء في العنبرك لسم لفراخ. تيجي حضرتك تبص على صدر الفرخة تلاقيه أزرق، كمان العرف بيزرق، والجسم كمان بيزرق. بتحصل معاك نهجة وزيادة لعدد ضربات القلب، وخمول وتجمع للكتاكيت أو الفراخ مع بعض في الأرقام وحوالين الأعمدة. ثم بعد كده الفراخ بتاعتك ممكن يحصل فيها نافق بشكل مميز، والفرخة بتموت على ظهرها، خصوصا مع الفجر لأنه بيكتم بالليل. تفتح وتشرح الفراخ تلاقي احتقان ووجود مية حوالين القلب، أو في تجويف البطن بسبب فشل التنفس والدورة الدموية وارتفاع الضغط. وتيجي حضرتك تقول سموم أو مايكوبلازما. ويجي بقى انت تقول ده كتكوت وحش او علف وحش، وتخبط هنا وتضرب هنا وتزعل ده منك وتقع في مشاكل. القصة كلها ان حضرتك لو كلفت نفسك كده وركزت شوية في شغلك، هتكتشف ان المشكلة بقى ايه بسهولة وتحلها. والمشكلة دي لو ما اتحلتش سريعا وبشكل صحيح، مناعة الطيور بتاعتك بتقع، وبتنشط الميكوبلازما والايكولاي والكوليستريديا، وراهم انزيمات كلها بتقع معاك، وبتزيد الميكروبات ديت. وخد بقى عندك اي بي او اتش 9 لا قدر الله، ونكسل، والعمليه بتبوظ منك. فهي المشكله كلها او الموضوع كله يا جماعه، وتربيه الفراخ كلها بتتلخص في حاجه مهمه جدا، وهي الاكسجين في العنبر. ان انت تظبط زي ما بتظبط الحراره بتاعتك، بتظبط التهويه بتاعتك، علشان ان شاء الله ربنا يسترها معاك وتمشي الامور كويسه. وده اتكلمنا عنه في حلقات مفصله كتير قوي، قلنا ازاي تهوي وازاي تظبط تهويتك من اول يوم. ومن اول يوم لازم تدخل هواء جديد في عنبرك، ما تستناش. ولو احتجت انك تشغل التبريد من اول يوم شغل التبريد. المهم توفر لكتاكيتك من اول يوم الجو المناسب ليها، وان شاء الله ربنا يسترها معاك ويبارك لك في دورتك وتطلع دورة ناجحة. وبكده ان شاء الله اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ايه اللي هيحصل لفراخك لو ما تمش تغيير الهواء في العنبر بشكل جيد. بص يا سيدي، او بمعنى اصح، الكتاكيت قدامها علف ومية ودفايات، سواء هيتر ولا تدفئة عادية جيدة، مع عدم تغيير الهواء بشكل مناسب سواء في الجو البارد أو الحار. الحقيقة في البداية الطائر بتاعك أو الكتكوت بتاعك هياكل ويشرب ويتنفس ويخرج الزرع، وهينتج عن جميع هذه العمليات الحيوية بخار ماء من هواء الزفير والزرع. حوالي 70% من المية اللي بيتناولها الطائر بيفقدها مع التنفس والزرع، وبيستفيد ب30% فقط. كمان حجم الهواء الموجود فيه أكسجين حوالي 20%، ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وغازات تانية، بنسب الهواء الطبيعي اللي بنقول عليها هواء فريش. لكن مع